بعد هذا الفيديو حتولي محترفة في تحضير لي زيكلير، يجيو مقرمشين فارغين من الداخل بكريمة سهلة وبنينة. والفيديو هذا راح يشرح لكم نوع واحد من وصفات لي زيكلير، لأنه كاين أنواع أخرى نشاركها معاكم عن قريب في اليامات الجايين. عجينة لي زيكلير نحتاج فيها نص كاس ماء، استعملت سعة 220 ملي، نص كاس حليب، اللي يحب المقادير بالميزان تلقاوني كتبتهم في صندوق الوصف، ملعقة صغيرة سكر، رشة ملح، 3 ملاعق كبار زبدة. نحطهم فوق النار كي يغليو، نضيف عليهم كاس فرينة، نخلط بهذه الطريقة، من بعد نحطهم فوق النار مع التحريك حتى تصبح عندنا عجينة متماسكة وتجينا قشرة كيما هذه في قاعدة الكسرونة. كي نوصلوا لهذه المرحلة نخليوها تدفى في إناء، من بعد باش نضيفوا عليها البيض. استعملت في الأول 3 بيضات متوسطين باستعمال الخلاط الكهربائي، شفتها مازالها يابسة زدت لها الحبة الرابعة، خلطتها بالفرشيطة وضفت شوية منها، ما كملتهاش لأنه لازم يتكون معايا خليط رطب وكي نرفدو يسيح وفي الآخر يتقطع ويدير شكل منقار. وتان تحبوا تزيدوا عطر لافاني زيدوه. نديروا الخليط في الثلاجة حوالي ساعة يحكم روحه، من بعد باش نبدا نشكل في لي زيكلير. تحبوا شكل دائري ولا طويل؟ نرمي عليهم رشات سكر ناعم وندخلهم يطيبوا في فرن مسخن مسبقا، نحطوهم في الدرج الاعلى اللي بعيد على النار باش يطيبوا لنا من التحت على 150 درجه، وما تفتحوش كامل عليهم ال 50 دقيقه الاولى ولا يطيحوا لكم وما يتنفخوش. خليهم يحمروا مليح مليح من التحت وزيدوا حمرهم من الفوق مليح، لانه كي نديروا الكريمه راح يطراو شويه، وماشي لازم يكون عندك فرن بالمروحه باش ينجحوا لك. الكريمه اللي مولفه نديرها معاكم فيها كاس حليب، انتم ضاعفوا المقادير باش تكفيكم، 2 ملاعق كبار سكر عادي، 3 ملاعق كبار غير مملوءه نشا. نخلط بارد في بارد ونحطهم في النار يتماسكوا، من بعد نضيف ملعقه زبده وشيكولا للطلي. التزيين تحبوا بفوغاش البيستاش، شيكولا مع لافيتين، وهاد لي شو المدورين درت لهم حليب مركز محلى ذوق الكراميل. ودوكا لازم تجربوهم وتبعثوا لي تطبيقاتكم.